نعم مشاهدي الصحيفة، تابعنا قبل لحظات الندوة الصحفية للناخب الوطني محمد وهبي هنا من ملعب ميت لايف الذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي أمام منتخب البرازيل. أبرز الملاحظات: بدأ الناخب الوطني هادئا في الإجابة عن أسئلة الإعلاميين، كانت إجابات قصيرة في معظمها. تحدث أيضا عن الإصابات ومدى شكره للاعبين الذين غادروا المعسكر الإعدادي، وأخص بالذكر نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي. أيضا القائد أشرف حكيمي كانت له كلمة في حق اللاعبين اللذين أبدى احترافية كبيرة في التعامل مع هذا المعطى الخارج عن إرادتهما. نتمنى أيضا للمنتخب الوطني باقي المجموعة أن تكون في كامل عافيتها. المدرب تفادى أن يتحدث عن الإصابات. سنرى الحصة التدريبية الأخيرة التي ستكون اليوم على أرضية مجمع بينغري سكول، الحصة التدريبية الأخيرة التي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام. أيضا تحدث الناخب الوطني عن كارلو أنشيلوتي الذي قال عنه أنه قرأ كتب على هذا المدرب ويعرف خططه وتكتيكاته، لكن مباراة في كأس العالم تبقى مباراة قوية أمام منتخب برازيلي متمرس وقوي، منتخب يحظى بالاحترام. لكن محمد وهبي ظل واثقا وقال أن مباراة افتتاحية لكأس العالم سنلعبها كأنها مباراة افتتاحية في كأس العالم. كان هذا كله. سنتابع الحصة التدريبية التي ستكون على الساعة 6 مساء بتوقيت نيوجيرسي بمجمع بينغري سكول من أجل الوقوف على باقي التفاصيل وآخر الترتيبات قبل مباراة الغد أمام المنتخب البرازيلي. كان معكم عمر الشريبي، مفاد موقع الصحيفة من ملعب ميت لايف.